حماد جبالي رئيس حكومة جد مشغول. بعد جلسة عمل في قصر الضيافة في قرطاج غادر مباشرة دون الإدلاء بأي تصريح، تاركا الكلمة لضيفه الأوروبي. تونس في مفترق طرق وتعيش لحظة تاريخية يجب فيها اتخاذ قرارات حاسمة تهم مستقبل هذا البلد. حماد جبالي مصر على تعيين حكومة كفاءات وطنية حتى لو كلفه ذلك قطيعة مع حزبه حركة النهضة التي لا تزال تباشر مساع بهدف تقريب وجهات النظر، إلا أن الأصل عندها أن شرعيتها الانتخابية تمنعها من التنازل عن حضور قوي في الحكومة، وإن كان نائب رئيس الحركة يدعم شخصيا مبادرة جبالي. هذا الرفض متأتٍ من تساؤل كبير لدى حركة النهضة. هذا الذي اقترح المقترح هو الأمين العام للنهضة، والأمين العام للنهضة هو الذي سمته النهضة ليكون ممثلها في الحكومة، وهو يختار اليوم اختيارا صعبا عليها لأنه يخرجها من دوائر الحكم. مبادرة جبالي حظيت بدعم واسع من المجتمع المدني وأطياف المعارضة كحزب نداء تونس. الباجي قائد السبسي يرى أن حكومة غير متحزبة هي من متطلبات المرحلة. البلاد في أزمة ولابد الخروج من الأزمة، نبداوش نقعدوا مربعين الأيدي. والوزير الأول يعني اختار مبادرة وهو نعتبروه أنه على اطلاع من الوضع في البلاد، واقتنع بأن الخروج من الأزمة هذه لابد فيها مبادرة تقطع مع كل الاحتمالات الماضية. التفاعل الإيجابي مع مبادرة جبالي تجاوز أطياف المعارضة ليشمل جزءا من الترويكا. حزب التكتل موقفه دعم جبالي قولا واحدا. موقف التكتل هو موقف وطني، احنا لم نعمل أي حساب لهذا الموقف، احنا موقف دعمناه لأنه موقف ينقذ تونس من المجهول. حزب المؤتمر ثالث أحزاب الترويكا يرفض المبادرة، لكن تراجع وزنه وعدم استقرار مواقفه يجعل قرار النهضة هو الفيصل. وفي هذه الأثناء يحاول حماد جبالي تعزيز موقفه ودعم مبادرته، ولا سيما من خلال تشكيل لجنة حكماء. وفي خضم كل هذا وعلى ضوء دعم حزب التكتل اللامشروط لمبادرة جبالي، يبدو أن المرحلة المقبلة ستعلن في كل الحالات أن تجربة الترويكا قد ولت بدون رجعة.